في الساعتين اللي فاتوا السعودية كلها بتتكلم عن جورجينا ولافيرن، بس هل سألت نفسك ليه البراند ده بالذات هو اللي مسيطر؟ وليه براندات تانية بتصرف ملايين وبتفشل؟ النهاردة أنا مش جاي أحلل إعلان، أنا جاي أشرح لك ماكينة الفلوس في سوق العطور السعودي، وإزاي تقدر تطلع ب$100 أو حتى ب100,000 ريال لو فهمت اللعبة اللي هقولك عليها النهاردة. الفيديو ده طويل، بس لو أنت صاحب براند أو مسوق أو حتى بتبدأ من الصفر، الكام دقيقة دول هيختصروا عليك سنين. هنتكلم عن سر سيكولوجية عطرك يسبقك، وليه الرد على الخاص في البراندات السعودية كارثي، وتطبيق عملي بالسكريبتات اللي بعتها البراندات السعودية والنتائج الصادمة. بصوا يا جماعة، احنا بنشوف ملايين بتتصرف على الإعلانات، بس لافيرن بتعمل حاجة عبقرية اسمها البيع بالحالة. جورجينا في الإعلان ما كانتش بتبخ عطر وبتقول اشتروا، هي كانت بتمثل بروتوكول. لافيرن فهمت ان المواطن السعودي في 2026 ما بيشتريش ريحة، هو بيشتري الرسالة اللي العطر بيبعتها للناس قبل ما يتكلم. طيب تعالوا نحلل مع بعض كده جملة عطرك يسبقك. الجملة دي مش شعار تسويقي، دي خبطة في صميم الهوية. في علم النفس التسويقي احنا بنلعب على الانا الاعلى. لما اقول لك عطرك يسبقك، انا هنا ببيع لك السيطره، ببيع لك انك موجود حتى وانت مش حاضر. وده الفرق بين براند واعي وفاهم دماغ زبونه، وبين براند لسه بيحط صوره ازازه وبيكتب تخفيضات وخصم 50%. طيب لما الموضوع سهل كده، ليه البراندات الصغيره بتفشل وهي بتحاول تقلد لافيرن؟ هنا بقى الزتونه اللي تعبني في تحدي $100 الاسبوع ده. البراندات الصغيره شافت لافيرن فراحت جابت موديل وصورت فيديو فخم، بس نسيت اهم حاجه، الجسر البيعي. لافيرن عندها جيش بيقفل الصفقات ورا كل اعلان، لكن البراندات الصغيره بتصرف ميزانيتها كلها في التصوير، ولما الزبون يدخل يسال بكام بيرد عليه بتم الرد في الخاص او بيبعت صوره السعر. وفي قاعده مهمه جدا في التسويق اسمها قاعده الغموض الجذاب. لاحظتوا ان لافيرن في الاعلانات بتاعتها ما بتشرحش المكونات، يعني ما بتقولكش العطر ده مكون من ايه، عود، عنبر، روايح فرنسية، افتتاحية العطر، قلب العطر، الخ. هي بتسيبك انت اللي تسأل، وده بنسميه في البيزنس inbound curiosity. يعني ايه؟ يعني بيخلق لك فضول يخليك تروح انت تسأل ده ايه. لو قدرت تخلي العميل هو اللي يسعى وراك عشان يعرف السر، فانت كده كسبان البيع قبل ما تبدأ. طيب خلينا نتكلم شوية بلغة الارقام. بصوا يا جماعة، دي احصائيات قناتي آخر 24 ساعة. 43% من المشاهدات جاية من المملكة العربية السعودية. ليه؟ هل أنا كنت مستهدفهم في البداية؟ لا، أنا كنت بجرب. بس السوق السعودي ذكي جدا، العميل هناك بيدور على اللي بيفهمه مش اللي بيبيعه. الأرقام دي بتقول إن في عطش في السوق السعودي للناس اللي بتتكلم بوعي، مش مجرد إعلانات بتلمع وخلاص. طبعا اللي متابعني من البداية عارف إن أنا عامل تحدي $100، وبدأت بتلورولين وبعدين نقلت على السوق السعودي. خليني احكي لكم اللي حصل في الكواليس في الاسبوع ده في تحدي $100. انا راسلت براندات عطور وعبايات في السعوديه وعرضت عليهم سكريبتات احترافيه مجانا عشان اساعدهم يقفلوا صفقات. عارفين ايه اللي حصل؟ صدمه التجاهل. الرسائل ما بتتشافش اصلا ومحدش بيرد، ولو حد رد بيرد بعد فتره ويسألني بكام. تخيلوا براند صارف آلافات الريالات على تصوير وفاشن وموديل، وفي الآخر بيخسر زبونه عند باب الرد على الرسائل. دي أكبر فجوة أنا شفتها في 2026. البراند بيصرف في الجذب ولفت الانتباه وبينسى التحويل. لافيرن وجورجينا عملوا جذب عالمي، بس لو لافيرن ما كانش عندها سكريبت رد يحسس الزبون انه داخل قصر، كانت الملايين دي طارت في الهواء. انت كتاجر صغير لو مش هترد في اول 5 دقايق وبنص بيعي يحترم عقل الزبون، فانت مش بتعمل بيزنس، انت بتتبرع بفلوسك لمنصات الاعلانات. في استطلاع رأي عملته على القناة، سألت الناس لو الرد جالك صورة سعر بس هتشتري؟ والنتيجة كانت 100% لا. الناس بتشتري من ناس مش من روبوتات. الزبون السعودي بيقدر التقدير. لما تديله سكريبت رد بيبدأ بيهالة وغلا وبينتهي بإيه اللي بيميز العطر ده لشخصيتك. انت هنا بتعمل بروتوكول لافيرن بميزانية $0. انت كمان تقدر تكون زي لافيرن بميزانية 0. طب ازاي؟ دلوقتي انت كصاحب مشروع هتقول لي يا عم انا ما عنديش ميزانية اجيب جورجينا. هقول لك مش محتاج تجيب جورجينا، لافيرن بعت الحالة وانت تقدر تبيع الحالة دي في الدي ام، في الرسائل. يعني السر في الرد البروتوكولي. انسى كلمة بكام ورد السعر، ابدأ بيع النتيجة قبل المنتج. بص يا سيدي،
انا هديك هديه سكريبت العطر اللي بيقفل الصفقه، طبقه فورا. خد السكريبت ده هديه مني ليك، جربه النهارده في ردودك وشوف الفرق. لو العميل سأل عن عطر، الرد التقليدي الفاشل سعره 200 ريال والشحن مجاني، لكن الرد البروتوكولي الواعي يا هلا وغلا. اختيارك لعطر كذا، قول له اسم العطر يعني، بيدل على ذوق راقي جدا. العطر ده بالذات هو عطر المناسبات المهمة، ريحته بتسبقك وبتفرض حضورك قبل ما تتكلم. حابب تستخدمه لاستخدام يومي ولا عندك مناسبة غالية بكرة؟ لاحظ هنا انت ما حصرتوش بالسعر، انت فتحت معاه قصة وخليته يتخيل نفسه في المناسبة. طيب تاخد هدية تانية؟ خد الاستراتيجية دي، استراتيجية رمضان. احنا في رمضان والناس في السعودية عندها قوة شرائية عاطفية. اللي يفوز مش اللي عنده أرخص سعر، اللي يفوز اللي يعرف يوصل روح رمضان في كلامه. يعني مثلا لما تبعت لعميل عباية وتقول لها العباية دي صممتها مخصوص عشان تكوني الملكة في عزايم رمضان، انت هنا بقت الهيبة مش مجرد قطعة قماش. ده اللي انا بسميه ربح بوعي. تحدي $100 اللي بدأته من الصفر لسه مكمل، والنهاردة انا اثبتت بالدليل ان السوق السعودي هو المنجم الحقيقي. انا هختار 3 براندات من الكومنتات، هعمل لهم سكريبتات رد احترافي مجانا الاسبوع ده. المطلوب منك عشان تاخد السكريبتات دي، اكتب لي في الكومنتات اسم مجالك وبلدك، واعمل شير للفيديو ده لاي حد بيحرق فلوس اعلانات ما بتجيبش نتيجه. وافتكر دايما في البيزنس يا اما تكون لافيرن في معاملتك او تكون مجرد رقم في سجلات الخساره. اشوفكم الفيديو الجاي وعطرك دايما يسبقك. سلام.